السلام عليكم. انباح. الجزائر تترجى المغرب الآن من أجل الوساطة مع البوليساريو في انبطاح جديد للنظام الجزائري، نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف. نسمعوا أولا هذا التحول مع الحثالة الدبلوماسية رقم واحد أحمد عطاف. فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار. الكلام هذا اللي شفنا أغلبية أبواق المخزن والإعلام المخزني تبناه وداروا له كوبي كولي ورام ينشروا فيه، وبهذا نستنتج بأن العياشة رغم أن الحدود مغلقة بين الدولتين إلا أنه مازال يستنفعوا من خيرات الجزائر عن طريق التعليم اللي تلقاه هذا البطار، لأنه تلقى التعليم نتاعه في الجزائر. ولكن علاه ما تقرا لهمش تحليل من زاوية الحق وتقول بأنه تصريح نتاع السيد أحمد عطاف بعث به رسالة للعياشة على أنه مستقبلا راح يشوفوا الملك نتاعهم يجلس صاغرا على طاولة الحوار مع إبراهيم غالي، وهذا هو الشيء اللي ما يبغيهش الملك ليبرر الفشل نتاعه في المشكلة هذه اللي تبناها على الوالد نتاعه المقبور الحسن الزاني. لأنه العياشة وهموهم باللي الجزائر هي العدو، والجزائر هي اللي تساهم في تقسيم البلد نتاعك. الجزائر دروك راه تبين لك بلي عندك قضية مع الصحراويين اللي عندهم العدد قليل والعدة قليلة، عندهم قوة الحق. لأنه الملك دائما يقحم الجزائر في المشاكل نتاعه ليبرر الفشل نتاعه، يعني حتى إذا فشل يقول لك كنت في مواجهة الجزائر. وهذه هي الرسالة اللي بعثها لك السيد أحمد عطاف، يعني جبدنا يدينا من هذا المشكل، حنا خاطينا. حنا دروك رانا دي سيبورتار شغل بارتية تاع بالو ما بين الريال والبرصا. تسالني أنا إذا سيبورتي الريال ولا البرصا، أنا حر. دروك الملك نتاعك فاس مع إبراهيم غالي. والحاجة اللي ما فهمتهاش، العياشة خرجتوا احتفلتوا، والباطار هذا اللي دار لكم التحليل حتى هو خرج احتفل معاكم، يعني ساليتوا. يعني الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا عزاء الحاقدين وكناكلوا السمك وعندكم جوج بحور. علاش مازال يتكلمكم على المفاوضات والأطراف